ظهور رسالة جديدة من اليوتيوب ممكن بسبب الرسالة دي تغير حياتك 180 درجة، لأنك هتقدر منها تزود أرباحك وتزود دخل ليك، وهيبقى دخل ثابت ليك. في الفيديو ده هعرفك ايه هي الرسالة دي وبتتكلم عن ايه، ويا ريت تتابع الفيديو للنهاية عشان تقدر تستفاد أكتر استفادة من الشرح. وما تنساش الاشتراك والدعم الجميل بتاعك بالتعليق واللايك. ويلا بينا تعالوا نشوف ايه الرسالة بتقول. يلا بينا. اول حاجه يا جماعه بنعملها مع بعضينا، بنقرا الرساله، بعد كده بنحللها مع بعضينا واقول لك ايه الاستفاده من الرساله وايه الكلام اللي في الرساله. اول حاجه بيقول لك مشاركه الاحصائيات تعزز فرص زياده ارباحك. تمام معايا واحده واحده. في المتوسط تلقى صناعه المحتوى الذين شاركوا احصائياتهم اكثر من ضعف عدد الطلبات من العلامات التجاريه عبر ادوات البحث من جوجل. تمام، مقارنة بما لم يشاركها. إذا أعجب محتواك العلامات التجارية قد تفتح لك أبواب لصفقات وعروض تسويق بالعمولة. يعني إيه الكلام ده ويا أمير وإيه بيقول؟ هعرفك كل حاجة دلوقتي. أول حاجة لو هتلاحظ كده بيقول لك تلقى صناعة المحتوى، اللي هو أنت، اللي أنا مثلا صناعة محتوى بعمل صناعة محتوى تلقى لي. تمام، الذين شاركوا إحصائياتهم أكثر من ضعف عدد المطالبات. لازم مثلا بيبقى عندهم زيادة في المشاهدات، زيادة في المشتركين، زيادة في كل حاجة بمعنى الكلمة. تمام. من العلامات التجارية، العلامات التجارية دي ايه يا امير؟ العلامات التجارية بيبقى شركة كبيرة، تمام، بتبقى شركة ضخمة وكبيرة بتعوز ناس تعمل لهم اعلانات. تمام، فانت صانع محتوى يجي لك من شركة كبيرة عرض يقول لك عايز اعمل اعلان، انت توافق او لا. تمام، مع بعضنا واحدة واحدة وهتفهم كل حاجة. تمام، بيقول لك عبر ادوات البحث من جوجل، بيقدر يبحث عنك من جوجل ومن ادوات جوجل. تمام، مقارنة بما لم يشاركها. إذا أعجب محتواك العلامات التجارية بيقول لك بص زي ما أنت شايفين، مقارنة بما لا يشاركها. إذا أعجب محتواك العلامات التجارية، لو العلامات التجارية أو الشركة اللي بقول لك عليها اللي هي العلامات التجارية لو عجبها المحتوى بتاعك والفلوس مثلا والمشاهدات بتاعي حلوة والمشتركين وزيادة في المشاهدات، هتلاقيه لوحده بيعمل معاك إعلان. بص، قد تفتح لك أبواب الصفقات. قد تفتح لك أبواب الصفقات، يعني يبدأ يتعاقد معاك ويعمل عروض كتيرة معاك واحدة واحدة، وعروض تسويق بالعملة. يقدر يديك عملة كبيرة وأرباح زيادة عن اللي أنت بتاخدها من يوتيوب نفسه. فالميزة دي أنا شايفها الصراحة حاجة احترافية من يوتيوب، وهنعرف مع بعضينا ليه. أنا من رأيي إن الرسالة دي حاجة مهمة ويوتيوب عملها لنا عشان نقدر نستفاد منها، لأن زي ما قلت لك ممكن تجيلك إعلانات من شركة كبيرة أنت مش متخيل، وممكن أرباحك تزيد أكتر ما هي ما مثلا يوتيوب بيديك كذا، يمكن أضعاف اللي هو يوتيوب بيديها لك، لأن ممكن تتعاقد مع شركة زي ما قال لك كده ويفتح لك أبواب الصفقات. قد تفتح لك أبواب الصفقات، تعمل معاك أكتر من صفقة. أنت عارف الصفقة يعني إيه؟ وعروض تسويق بالعملة، ويبدأ يعمل معاك عروض ويديك عملة قصاد العروض دي أو قصاد الإعلان ده. فأنا لحد دلوقتي شايفها ميزة، حاجة احترافية الصراحة يوتيوب منزلها. طب يا أمير إزاي أفعل الميزة دي وإزاي أفعل الخيار ده؟ زي ما انتم شايفين في الصورة هتلاقوا كلمة مشاركة الإحصائيات الآن، هتدوس عليها يا معلم. تمام، وهتدوس بعد كده هتجيلك رسالة، بعد كده هتدوس على كلمة تأكيد. كده يا معلم من غير أي كلام أنت فعلت الميزة وفعلت البتاع ده. أول ما أي شركة تجي تتعاقد معك ما تقلقش من أي حاجة، الحوار ده آمن وما تقلقش من أي حاجة، ولا في ضرر ليك ولا في سرقة ليك ولا أي حاجة. ناس كتيرة ممكن تكون بتبعت لناس صناع المحتوى بتقول أنا معرفش بعت طلب مني إعلان وقال لي عايز كلمة السر بتاع الإيميل وما كنتش ضامن فراح سرق قناتي. انت دلوقتي معاك الصفقة دي حاجة آمنة لحد دلوقتي، اللي أعرفه منها إن هي آمنة. بس انت حاول على قد ما تقدر كلمة السر أو البريد الإلكتروني بتاع القناة ما تدوش لأي حد وخلاص، لأنك برضو لسه ما تضمنش النهاية، ما تضمنش كل حاجة. طلب منك إعلان خير وبركة. طبعا زي ما قلت لك بإذن الله ممكن دي تزود لك أرباحك أضعاف أضعاف أرباحك اللي أنت بتاخدها من يوتيوب، لأنك الإعلانات دي بتدي فلوس كتيرة لصناع المحتوى. ممكن واحد دلوقتي يسألني طب يا أمير أنا دلوقتي الرسالة دي ما جاتليش ولا أي حاجة، إيه أعمل؟ ما تقلقش من أي حاجة، والرسالة دي بإذن الله هتجي مع مرور الوقت لصناع المحتوى. في حاجة لازم تعملها أو مش لازم عشان تعرف إن الرسالة دي جاتلك ولا لأ. تعالوا مع بعضينا كده هندخل تطبيق استوديو يوتيوب ونرجع تاني مع بعضينا. كده يا جماعة فتحنا تطبيق استوديو يوتيوب.
طب نعمل ايه يا امير؟ هنجي على الاعدادات اللي من تحت دي زي ما انتم شايفين، وهنجي على كلمة القناة. تمام، دي هي القناة. بعد كده نجي على الاعدادات المتقدمة زي ما انتم شايفين كده. تمام، وهننزل تحت كده شوية حلوين. تمام، تحت التبلجة التلقائية هتلاقوا رسالة بيقول لك فعل الخيار ده، او الرسالة اللي هي بتاعت مشاركة الاحصائيات حول الاعلانات، او هتلاقي كلام زي كده. طب يا امير بعد ما تلاقيها تفعلها. طب يا امير الرسالة دي ما لقيتهاش ولقيت نفس الكلام اللي عندك عندي انا، ما تعملش اي حاجة، الرسالة لوحدها هتضاف عند جميع صناع المحتوى. بس الصبر، يعني ولا تستعجل ولا تقلق ولا تقول ان هي دي مش معايا. وزي ما قلت لكم مميزاتها ان هي ممكن تزود لك ارباحك الزيادة عن ضعف اللي انت بتاخده من يوتيوب. وتاني حاجة اللي هي امنة، ولا فيها سرقة ولا فيها نصب ولا اي حاجة، لان يوتيوب نفسه معترف بدي. باذن الله اي حد يطلب منك اعلانات، وربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله، توافق على طول. وبرضو زي ما قلت لك ما تديش لاي حد كلمة السر او البريد الالكتروني بتاعك، ما تديش لاي حد، لازم تكون واثق من الشخص ده مليون في المية، وتبدأ تديله معلومات عنك او الحاجات بتاعتك اللي عايز تديها له او الحاجات المطلوبة منك. وانا قلت الميزة دي الصراحة هتغير الناس جميعا لو استمرت، وصح زي ما قالوا ان هي امنة، والحاجات دي هتغير الصراحة كتير من صناع المحتوى، لان هيستفادوا كتير من الاعلانات ومن ارباح يوتيوب. فالصراحة انا شايفها ميزة حلوة. وزي ما قلت لكم ما حدش يقلق لو ما ظهرتش عنده. انا لحد دلوقتي ما ظهرتش عندي الرساله ومش قلقان، باذن الله هتظهر مع مرور الوقت، وهنفعلها مع بعضنا باذن الله في فيديو خاص باذن الله. وكده باذن الله نكون اديناكم كل المعلومات الكافيه عن النصيحه دي او الرساله دي. وباذن الله ما تنسوش الدعم بتاعكم بالاشتراك واللايك الجميل بتاعكم والتعليق. ومع السلامه، سلام.